السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي الأهلاوي. أنا عارف إن الفيديو ده متأخر والمفروض كنت أصوره من زمان، بس هو بقى المشاغل والنفسية وخنقة الماتش طبعا والحاجات الكتير ديت، بس كان لازم أصور الفيديو دوت وأجي أتكلم معاكم في النقطة المهمة ديت. بس أول أشرب بس شوية شاي عشان زوري بيوجعني والله من زعق في الماتش والخنقة اللي كانت في الماتش. هقول لك يا عزيزي النهارده أنا جاي أتكلم في إيه، بس طبعا زي ما إحنا متعودين ندعي لإخواتنا في سوريا وفلسطين ونصلي على النبي، وما تنساش طبعا تدعمني بشير ولايك واي حاجه منك حلوه يا عزيزي. النهارده في الفيديو احنا جايين بقى مش هنتكلم بقى في كولر عامل ايه وكريم الدبيس وكوكا ومحمد هاني واكرم توفيق وجرادش، مش هنتكلم في ولا فنيات ولا اي حاجه. بس النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها اللي هو الاعلام الزملكاوي كله، سواء بقى الناس على اليوتيوب على التلفزيون، الناس الزملكاويه اللي بيطلعوا في البرامج، كله من ساعه ماتش الاهلي وهو مبسوط تمام، ومصدرين لنا فكره ان الزمالك بقى عنده لعيبه بتعرف تلعب الاهلي. يعني ايه عنده لعيبه بتعرف تلعب الاهلي؟ بس يعني انت عندكم لعيبه بتعرف تلعب الاهلي بس كده؟ يعني انتوا الاول كان عندكم كتاكيت، عندكم بط بلدي، طب ما انتوا كان عندكم لعيبه، ما كنتوش بتعرفوا تلعبوا الاهلي؟ الشخصيه ما كانتش موجوده يعني ولا ايه؟ فلا، هو احنا عندنا لعيبه بتعرف تلعب النادي الاهلي بس. هو حرفيا ده بقيه الجمله، ده بقيه الجمله اللي هم ما قالوهاش. بس ايوه انا مش مهم اخسر بقى من بيراميدز 3، اخسر من فرقه لسه صاعده، مش مهم. المهم انا بتارجت ماتش الاهلي. يعني عارف انت لما يكون مثلا الاهلي مثلا هلعب ماتش في الكاس مع فريق مثلا درجه ثالثه او درجه رابعه، فاللعيبه بتاعت الفريق الدرجه الثالثه او الدرجه الرابعه ايا كان، يعني فريق صغير عامه، بتبقى خلاص مستعد قبل الماتش اللي هو مثلا بشهر ولا حاجه انا هلعب الاهلي، فانا لازم اظهر بافضل حاجه، بلكي مثلا نادي من الدوري الممتاز يشوفني، ممتاز به يشوفني، اظهر اتاخد الاهلي ياخدني. ده فعلا فلعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وحياتك بقى بيتارجتوا ماتش الاهلي في الموسم. كل موسم انا عندي النهارده، عندي السنه دي الاهلي ماتشين ذهاب وعوده، وممكن العبه في الكاس او السوبر، مش مهم. مش مهم اخد كاس، مش مهم اخد سوبر، مش مهم اخد افريقيا اللي انا ما بشاركش فيها مثلا بقالي سنتين، اللي بيراميدز اخد مكاني، مش مهم كل ده. المهم ان انا هلعب الاهلي عايز اكسبه. انا التارجت بتاعي الموسم دوت ان انا العب الاهلي واكسبه بس كده. فدوت بقى التارجت عند اللعيبه الزملكاويه والجماهير الزملكاويه، حتى الجمهور في المدرجات. انا هدفي ان انا اظهر في المدرجات بشكل حلو، اللعيبه اللي كانت بتأدي اداء وحش واللعيبه اللي مش عايزه تجدد، اللي انا كنت كل ماتش بشتمها، لا انا قدام الاهلي لازم احسن لاعب في مصر واحسن حارس في مصر واقعد امدح فيهم. ازاي؟ ما ينفعش ابان وحش قدامهم، لازم المدرج بتاعي يبقى منظم، اعمل تيفو، اكسب التيفو، اكسب جمهور النادي الاهلي بالتيفو بتاعي. فهم كله بقى متارجت النادي الاهلي. طب والله ده حاجه تفرحني، يعني حاجه تفرحني اللي انتوا شايفين ان النادي الاهلي في مكانه اعلى منكم، وده الواقع. انا ولا قصد ولا هين ولا قل ولا اي حاجه، ده الواقع. ان انتوا شايفين ومتاكدين ان النادي الاهلي اعلى منكم، فانتوا بتارجتوه كل موسم. ايوه انا تارجت ان انا اكسبه، مش مهم بقيه الموسم. عارف انت زي مرتضى منصور، مش انا كسبت الاهلي هو اخد الدوري يبقى انا بطل الدوري. هو ده فعلا اللي مرتضى منصور صدره لكم السنين اللي فاتت دي كلها. انت مش مهم تاخد اي حاجه، بس انزل اكسب الاهلي، اعمل اداء حلو مع الاهلي، اتعادل مع الاهلي. يعني الاهلي يقول لك انت صارفين مليارات ومش عارف ايه، وانا بناصر منسي وعمر جابر بكسب. هو انت مفكر ان انا صارف علشانك؟ يعني لو انت مفكر ان انا صارف جنيه واحد علشانك يبقى انت معلش ما تفهمش حاجه. انا صارف عشان يا صاحبي انا بطل انا بطل ابطال افريقيا، متارجت ان انا اخد التالتة على التوالي، اخد 4 في اخر 5 سنين منهم واحده منك. بلعب كاس عالم انديه كل سنه، اخد 3 ميداليه كاس عالم، تالت كاس عالم، عندي كاس عالم 2025. فانا مش متارجتك اصلا، مش شايفك انت ممتاز ظاهر بالنسبه لي. الماتش بتاعك انا ما بفكرش فيه، ايوه ماتش مهم وكل حاجه، اكسبه، انا عايز اكسبه. كسبت والله كان بها، ما كسبتش وحصل اي حاجه مش مهم، انا عندي حاجات اهم، عندي حاجات اهم. هو انت مفكر مثلا لما انت تكسبني في الدوري انت هتاخد مني الدوري؟ مش هتاخده. تكسبني في الكاس هتاخد الكاس؟ يا عم مبروك عليك الكاس. ايه يعني؟ ما انت لازم، ما انت كفريق نادي الزمالك ان انت تاخد بطوله في الموسم ده قليله. انت بتشارك مثلا في كام بطوله؟ بتشارك مثلا كونفدراليه، بتشارك في دوري، بتشارك في معاك كاس، معاك كاس الرابطه. إيه لو انت كسبت حاجه من دول هتشارك في السوبر، معاك 5 بطولات. فانك تاخد منهم بطوله واحده ده هو ده مش انجاز، وده مش حاجه تاريخيه انت عملتها، ده كده قليل بالنسبه لك. بس هو لا، انا خلاص انا عودت الجمهور بتاعي ان انا بطوله واحده اخدها، ده لو اخدتها يعني
او ممكن مثلا اشارك مثلا في كاس السوبر المصري شفقه يدوني كارت الذهب عشان اشارك فيه، والله كسبت ما كسبت، انا كده كده اساسا ما كسبتش حاجه طول الموسم، هي حاجات بطولات محليه يعني، ده عامه، ده سيبك من الكونفدراليه والسوبر، انا بتكلم على البطولات المحليه، فيشاركوني شفقه والله كسبت ما كسبتوش عادي يعني. دي حاجه. الحاجه بقى التانيه، انا عايز هعرض مثلا معاكم اخر ماتشات النادي الاهلي من 2020 من ساعه ماتش القاضيه لحد الان، اللي هو بيقول لك انا عندي لاعيبه او كواليتي لاعيبه بقت بتعرف تلعب النادي الاهلي، بتعرف تكسب النادي الاهلي. فانا هقول لك الوقت مثلا من 27/11 نهائي قرن الاهلي كسب 2-1، بعد كده في 21 الاهلي كسب 2-1، بعد كده في 21 تاني الاهلي اتعادل 1-1، بعد كده 5-3 للاهلي طبعا، بعد كده ماتش تعادل، بعد كده الزمالك كسب 2-1 في كاس مصر اللي هو اخدوا الماتش اللي اتاخد مننا الكاس، بعد كده الاهلي كسب 3-0، بعد كده الاهلي كسب 4-1، بعد كده الاهلي كسب 2-0، بعد كده الزمالك كسب 2-1 في الدوري، بعد كده الماتش اللي بعده في الدوري الزمالك انسحب، الاهلي كسب طبعا 2-0، بعد كده بقى السوبر المصري والسوبر الافريقي، واحد للاهلي وواحد للزمالك، والماتش دوت 1-1. فالاهلي لعب الاهلي والزمالك لعبوا 14 ماتش، الزمالك كسب 3 وتعادلوا 3 والاهلي كسب 8 بونت 8 ماتشات. فاللي هو فعلا انت بقى عندك لعيبه فعلا بتعرف تلعب الاهلي، بتعرف تكسب الاهلي، من 14 ماتش كسبت 3 والاهلي كسب 8، ففعلا لا والله انجاز يعني. هو بالنسبه لكم ده لو انجاز فده براحتكم، انما بالنسبه لنا ان احنا نخسر اساسا 3 ونتعادل 3 ونكسب 8 من ال 14، لا ده بالنسبه لنا ده وحش. تمام، دي نقطه. النقطه بقى الثالثه اللي هو كان بيقول لك انا جوميز بيعرف يلعب كولر، بيعرف يكسب كولر، اللي هو يعني طب كسبوا كام ماتش يعني؟ لعبوا كام ماتش؟ لعبوا 4، كسبوا 3، كسبوا ال4؟ لا، كولر كسب ماتشين وجوميز كسب ماتشين. طيب فين الفرق؟ بس بيلعب في الملعب احسن منه يا جدع. ايوه ماشي، ما هو بيلعب في الملعب احسن منه تمام، بيعرف يحط خطه، بيعرف يوظف اللعيبه تمام. عملت ايه؟ ده كسب 2 وده كسب 2، ده بلعه في السوق في الكاس واخد منه بطوله الكاس 2-0، وبعد كده جوميز كسبه في الدوري 2-1 واحنا كان عندنا كان عندنا 6 غيابات، ابرزهم كان امام عاشور، مش فاكر الخمسه التانيين كانوا مين، او يمكن 7 كمان غيابات، وكسبوا 2-1 طبعا. سيف الدين الجزيري جاب ساعتها بين الجونين، وكسبتنا ساعتها بيطلعوا الروح اللي هو 2-1، ما كسبتناش سكور. هو الطبيعي انا عندي 6 غيابات، انزل يا معلم اسكان سكور يا معلم، انزل اديني سكور، اديني 3 اديني 4 زي النتائج اللي انا مديها لك 4-1 و5-3 و3-0 والحاجات دي، اديني حاجات من دي. لا احنا بنكسب 2-1 حتى لو عندك 15 غياب، هنكسب 2-1 1-0، اللي هو ده كفايه، اللي هو انا تمام. جوميز كده بيعرف يلعب الاهلي او يلعب كولر، دي الجمله الشهيره. والنقطه طبعا بسيرو بعد التعادل، الله عليك يا كينج. طب بالنسبه لهم التعادل حاجه واو، انت تيجي تكلم واحد زملكاوي تقول له يا عم ده تعادل مش حاجه كبيره، يقول لك انتوا صارفين ومكلفين واحنا بننزل بناصر منسي. هو انت مفكر ان النادي الاهلي مثلا لما بيكون عنده غيابات كبيره، او انت التيم بتاعك اقوى من التيم بتاع النادي الاهلي، انت مفكر مثلا النادي الاهلي بيبقى خايف زي ما انت ما بتعمل؟ اتفرج مثلا عنهم قبل ماتش بتاع يوم السبت، يقول لك يا ريتنا ننسحب، يا ريتنا ما نروحش، يا رب الماتش يتلغى. ليه؟ الاهلي هيبلعنا كتير، هيشيلنا كتير. العكس بقى مثلا لجمهور النادي الاهلي لما كان مثلا عنده 6 غيابات، او لما كان الاهلي في اسوأ حالاته، يقول له هتعمل ايه؟ يقول لك ان شاء الله اكسب الزمالك، حتى لو انت زي الزفت هكسب الزمالك. ما نقعدش بقى نولول، ما نقعدش بقى نقعد نلطم ونقول الاهلي الزمالك هيبلعنا كتير. لا، انا واثق من فرقه حتى لو هي زي الزفت وانت احسن مني مليون مره، واثق ان انا هكسب. ما انت كنت مثلا في ماتش الكاس انت كنفسيه احسن، كتيم كنت احسن ساعتها، كلاعب كنت احسن، نزلت الماتش انت كنت احسن، بس نزلت كسبت 2-0. فاللي هو يعني احنا ما بنعملش زيكم، احنا زي الزفت هننزل نكسب. خسرنا يا عم ماشي، بس هنخسر كام؟ نخسر 1 2-1، هو ده مكسب على قدكم. مش هتعرف مثلا تديني سكور، مش هتعرف تديني 4، مش هتعرف تديني 5، مش هتقدر. حتى لو انا زي الزفت مش هتعرف تعمل النتائج اللي انا بعملها فيك او الاجوان اللي انا بحطها فيك. ويقول لك مثلا انتوا صارفين ومش عارف ايه. يا معلم احنا كنا بنكسبكم برمضان صبحي وعنده 17 سنه، يعني مش محتاجين والله نصرف عشان نكسبكم. احنا محمد عبد الله امبارح كان بيلعب قدامكم عادي، وممكن لو كان استمر في طول الماتش كان ممكن يحط جوان عادي جدا. تيجي بقى تكلم واحد زملكاوي يقول لك بس بسيرو معلم، بسيرو ايوه يا عم، هو كولر غلطان،
كولر اخر مثلا 4 ماتشات او اخر 5 ماتشات، 4 ماتشات بيعمل للزمالك حساب. ايوه انت لازم تعمل له حساب، بس مش زياده للدرجات دي. الزمالك في اسوأ، كل ماتش نقول الزمالك في اسوأ حالاته تنزل تشيلهم سكور، ده ما بيحصلش. انت بتبقى جبان ككولر يعني، انت ما بتعملش كده. يعني انت بدايه الماتش في اول ربع ساعه يوم السبت، كره امام اللي هي كانت تقريبا في اول ربع ساعه، لو كانت اجت انا كنت واثق مليون في الميه ان انت مش هتقدر تضغط على الزمالك ان انت تشيل سكور، لا كنت هترجع تدافع زي ما انت عملت ويجي فينا الجون التعادل. ده اللي كان هيحصل فعلا. ده حاجه انا كنت عايز اتكلم فيها على السريع، يعني كانت حاجه فعلا اخر يومين، ده حاجه مستفزه اللي هو يقول لك انا عندي لعبه بقت بتعرف تلعب الاهلي. انا قلت لك النتائج اهوت 14 ماتش، الاهلي كسب 8 وتعادلنا 3 والزمالك كسب 3. بس ده اللي هو بقى عندنا لعبه بنعرف نلعب الاهلي، بس بنخسر منه عادي جدا. بس كده عزيزي الاهلاوي، ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. السلام عليكم.